بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الصبر ضياء، يعني أنه يضيء للإنسان، يضيء له عندما تحترق الظلمات وتشتد الكربات، فإذا صبر فإن هذا الصبر يكون له ضياء يهديه إلى الحق. ولهذا ذكر الله تعالى أنه من جملة الأشياء التي يستعان بها، فهو ضياء للإنسان في قلبه، وضياء له في طريقه ومنهاجه وعمله، لأنه كلما سار إلى الله عز وجل على طريق الصبر فإن الله تعالى يزيده هدى وضياء في قلبه ويبصره. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصبر ضياء. والصبر مع انتظار الفرج يعتبر من أعظم العبادات، لأنك إذا كنت تنتظر الفرج فأنت تنتظر الفرج من الله عز وجل، هذه عبادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. النصر قال مع الصبر، والفرج مع الكرب، فكلما اقتربت الأمور فإن الفرج أقرب إليه، وأن مع العسر يسرا.